الموضوع بدأ في روسيا، شويه هاكرز كده دماغهم شغاله مش بتنام، متعودين كده دايما ان هم يعملوا هجمات سيبرانيه شرسه على اكبر الشركات بقى في على مستوى العالم. عبال ما الهجمه بتخلص بيكونوا سرقوا كل البيانات والمعلومات اللي على الشركه، وبعدين يروحوا مكلمين بقى الشركات دي يقولوا لهم ها هتدفعوا ولا نذيع؟ لو تحب نذيع هنذيع. المجموعه اسمها لوك بيت، واخر حاجه عملتها كانت يوم 9 نوفمبر، وكان ضحيتها زي ما كلنا شفنا على السوشيال ميديا شركه فوري. بالنسبه لو في حد موجود كده قلقان على زوزة يعني او على فلوس زوزة اللي موجوده في البنك، يعني انا الحقيقه من زمان طلعتهم كده وجبت بيهم كلهم حتتين الصيغه اللي انتوا شايفينهم دول، فيعني انا تمام. تفتكر حد مهتم اصلا ان هو فكر فيا؟ المجموعه ظهرت للنور سنه 2020، لكن الحقيقه ان قوتها الحقيقيه بجد بانت في 2022 لما علمت على شركه بين دراجون، ودي تاني اكبر شركه بيع عربيات في بريطانيا. يعني كده تبقى اجمد من غبور مثلا. غبور ما يجيش فيها حاجه. يزعل مننا. كل التحيه لشركه غبور. افرض احتاجنا نقسط عربيه ولا معلش يا جماعه نرجع لمرجوعنا خلاص. سرقوا كل بيانات الشركه من اول ما اتسجلت لحد تاريخ التهكير، وقالوا لهم يعني بصوا يا جماعه بصراحه انا كده مش عايزين مبلغ كبير قوي، يعني كل اللي احنا عايزينه 50 مليون يورو. كل حد فينا بقى من المجموعه بتاعتنا عنده مطلب. بالصلاه على النبي عايزين 1 2 3 4 والوضع يصل 5 فيلل في الساحل الشمالي. هتجيبوا 50 مليون يورو بما يرضي الله، ولا تروحوا تجيبوها من الديب ويب بما لا يرضي الله؟ وادوا لهم ميعاد نهائي يوم 7 نوفمبر. حد مثلا يسالني يقول لي طب مثلا يا زوزة يعني الحوار الفلوس دي اللي بتروح مش المفروض ان هم مثلا يبقوا هم مبلغين البوليس الشركه عشان خاطر يروحوا يقفشوا النصابين دول الهاكرز هم بياخدوا الفلوس؟ لا طبعا، يعني هم مش اغبياء قوي كده، هم طلبوا فلوسهم على البيتكوينز. طبعا ملاك الشركه يعني قالوا دول شويه عيال صغيرين كده بيلعبوا يا عم، ولا عبروهم ولا ادوا لهم اي حاجه، عشان ده برده تهوء، ده طيش خلي بالك برده. ولما جه الميعاد النهائي لدفع الفديه، طبعا مش محتاجه اقول لكم ايه اللي حصل. بيانات العملاء وكل حاجه تخص الشركه كانت معروضه للبيع على الديب ويب، ارقام البطاقات بقى والسي في. طب ايه المشكله؟ طب ما انا ساعات بصور لك البطاقه بتاعتي الكارت واقول لك ادفع لي حاجه مثلا عشان مش بفهم في الحاجات دي. ولوك بيرت بقى بدل ما كانت هتاخد 50 مليون يورو كده يعني حاجه بسيطه، اخذت مقابل كده اكتر من كده بكتير قوي. بصراحه مش عارفه رقم كام بالظبط يعني، بس مليارات. طب مش كنتوا تدفعوا لهم ال 50 يورو اللي كانوا عايزينهم بالذوق؟ مبسوط كده؟ موت بقى يا دكتور موت. وعشان تعرفوا خطوره لوك بيت وصلت لفين، هتقولوا لي ايه يا زوزة هو في اسوأ من كده ايه تاني؟ يعني دول شقلطوا الشركه اللي احنا اتكلمنا عنها ده. اقول لكم لا، ده لسه ياما هتشوفوا انبهارات. اول انبهار خلينا اقول لكم ان هم هكروا شركه بوينغ بتاعه الطيارات، اللي هي اكبر شركه طيران في العالم كله. هي دي اللي جت في الفيلم بتاع كاتش مي اف يو كان. قول والله يا لهوي ده قويه جدا. يوم 31 اكتوبر اللي فات علموا مره تانية على الشركه. مجموعه الهاكرز الحلوين دول قالوا ايه، مش كل مره نطلب بقى ال 50 مليون يورو دول، المره دي نغير العمله ونغير كمان الرقم. طلبوا منهم 100 مليون دولار. هو ليه بيتكلموا مع الدولارات كده؟ ان هم ما عندهمش هم فرق العمله، مش حاسين بقيمه الفلوس دي كلها، صح؟ ما فيهمش مصريين. وطبعا كذلك برده الشركه برده هم ما بيحرموش ليه؟ مش يتعلموا من الاولانيين دول؟ انت ما بتحرمش. دول حلال فيهم بقى يا جماعه بجد ان هي بيانات عملائهم تتسرب. يوم 10 اللي فات بقى لقينا الشركه نفسها هي اللي طالعه كده بكل شموخ وثقه بالنفس بتعلن ان بيانات العملاء اتسربت عشان تستخسروا كويس 100 مليون. ايه يعني 100 مليون دولار دول؟ تلاقيهم كده عاملينهم اللهم لا حسد او بحسد يعني الشركه دي اساسا يا جماعه هي اصولها بمليارات الدولارات اساسا، يعني فيها ايه يعني لما يدفعوا 100 مليون دولار للهاكر؟ فتخيلوا بقى يا جماعه بعد كل ده بقى شركه فوري اللي هي راس مالها يا دوبك يعني 50 مليون دولار تقع تحت رحمتهم. اكيد مش هيسموا عليها بقى. موقع هاجماك اللي هو متخصص في رصد الهجمات السيبرانيه قال ان الهجوم حصل يوم 9 نوفمبر. الموقع ده بيحدد مدى خطوره الهجمات دي من 1 ل 5. اساس يعني ان هو من الواحد كده دي هجمه مش قويه قوي، 2 تبقى قويه شويه، 3 وهكذا لحد ما نوصل ل5 من 5 ونجمه اللي هي بقى الدمار الشامل. يا جماعه والله مسيهم بالخير، يعني هم صنفوا الهجمه على فوري برقم 5، وقالوا ان كل البيانات المسجله على فوري واللي هي اهم حاجه فيها طبعا بيانات بطاقات البنك، الحاجات دي كلها بقت في جيوبهم. بعد ما فوري اتهكرت بعت البنك العربي الافريقي رساله لعملائه بيطلب منهم ان هم يمسحوا كروتهم فورا من على التطبيق لانه بيتعرض لمحاوله اختراق. لوك بيك حطوا ميعاد نهائي اللي هو يوم 28 نوفمبر تكون الفديه مدفوعه، اللي هي كام بقى سلومه؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. الحقيقه يا جماعه سلومه مش عارف وانا مش عارفه، فيا ريت يا جماعه لو حد من شركه فوري يكتب لنا هنا في الكومنتات، تفتكر حد منهم متابعنا يقول لنا بقى في الكومنتات هم طلبوا منكم فديه قد ايه. انا كشخصيا يعني كزوزه يعني اعتقد ان هم مش هيطلبوا منهم اكتر من 10 مليون دولار، يعني اصل ليه؟ يعني هم ناس غلابه وعاملين الشركه يعني الراس مال كله 50 مليون. انا حاسه كده ان انا بشتغل مع فوري، انا كده بسخنهم على فوري، بسخن الهاكرز على فوري يعني. ايه يا سلومه مش هنقول كده.
$500. بالتزامن بقى يا جماعه مع الهجمه، لاحظ مستخدمين فوري حاجات غريبه قوي بتحصل لهم. يعني واحد مثلا قال ان هو اتسحب منه فلوس ما يعرفش هي راحت فين. يعني ما اعرفش ليه ما توقعش في الوقت ده ان هي ممكن تكون غلطه بنك عادي. شاف الترند بقى فقال لك اكيد دي من فوري. غلابه والله غلابه. واحد تاني قال لك ان انا اول ما شفت موضوع فوري وان هو في هاكرز يعني في الموضوع وكده، دخلت على طول على فوري علشان امسح بطاقه، لقى نفسه داخل على اكونت واحد تاني اساسا. طب ما دي حاجه كويسه، يعني هو كده ممكن يسرق برضه. فهو بقى راح مسح للتاني ده بطاقته. هم دول فعلا يا جماعه المصريين اللي هم بيقفوا جنب بعض في المواقف الصعبه، مش يقعد يقول لك المصريين في الغربه بياكلوا في بعضيهم. ايوه بس ممكن يكونوا برضه في الغربه بياكلوا في بعضهم. يا ريت يا جماعه حد في الكومنتات يقول لنا هو فعلا المصريين في الغربه بياكلوا في بعضهم. طبعا الحقيقه يعني الشركه قاعده يعني بفتره انكار، بتقول لك مفيش اي حاجه من الكلام ده كله حصل، ودي زلجه معموله فينا، وده اساسا في تطبيق تاني شبهنا بيعمل نفس الخدمات اللي احنا بنقدمها، هو اللي عامل فينا الزلجه دي عشان يوقع الاسهم بتاعتنا، ويجوا بقى المستخدمين الغلابه اللي هو احنا بقى السلعه، ما احنا السلعه بقى دلوقتي، احنا الزباين، هيسمعوا بقى كلام السوشيال ميديا وهيروحوا ايه ينقلوا على طول استخداماتهم وتعاملاتهم مع الابلكيشن التاني اللي هو اسمه ايه يا سلومه؟ هو ايه؟ مش انا اللي اخترعته، بيقولوا كده والله. يا ريت يا جماعه في الكومنتات تكتبوا لنا ايه يا ترى الابلكيشن التاني ده اللي هم بيقولوا عليه. وطبعا يا جماعه رد بتاع فوري ده هو نفس الرد اللي قالته الشركه الاولانيه، ونفس رد برده الشركه الثانيه، وبرده حاله انكار كامله لكل حاجه بتحصل. لكن الحقيقه ان الهاكرز ابطال الحلقه بتاعتنا النهارده قالت لهم محدش بيتجرح قوي ويحس ان هو متهكر قوي غير لما بيانات العملاء بتوعه بتتسرب قوي. واللي اتصلوا بخدمه العملاء بقى بتاعت فوري علشان يستفسروا يعني عن اللي بيحصل والعطل ايه اللي موجود على الابلكيشن ده، فقالوا خدمه العملاء بقى ايه لهم معلش يا جماعه اصل في عندنا ضغط شديد قوي على السيرفر. هو فعلا في ضغط، بس ضغط نفسي يعني، وده اللي خلى العملاء بتوع فوري يحسوا ان هم بيتعاملوا مع لينك كده بتاع نتيجه الثانويه العامه، مش موقع كبير بما هو اساسا موقع كبير. كبير. المفروض ان ابلكيشن فوري يعني بيتعامل عليه ملايين المستخدمين، وفي كل دقيقه بتتم ملايين المعاملات، فطول الوقت كده الضغط موجود. وطبعا هم عاملين حسابهم ان في ضغط في الشغل وكل حاجه يعني، فهم كان المفروض الصراحه ان خدمه العملاء تشوف لهم يعني حجه تانية بدل الحجج الفارغه دي. وانا هنا يا جماعه برضو احب اطمن جمهوري ان مجموعه الهاكرز اللي عملوا الحركه دي وهكروا البيانات مش قصدهم خالص ان هم يسرقوا فلوس. هم عملوا كل الهمبكه دي والحركات دي علشان بس يهددوا الشركه ويوصلوا لهم معلومه ان هم يقدروا بسهوله ان هم يسرقوا العملاء. ثم طبعا من الهاكرز الطيبين والله ولك حلال يا خال. لكن الحقيقه ان بياناتكم دي يا جماعه لو اتسربت يعني وراحت للديب ويب، في حد تاني هو اللي هيسرق برضه بياناتكم وفلوسكم وكل الكلام ده. يعني السرقه مش تيجي من الهاكرز. هتقولوا طب ماشي يا زوزو، طب انت كده طمنتينا وخدت منهم الامان تاني. يعني انا طمنتهم ان هم مش هيسرقوهم بس قلت لهم ان في حد تاني هيسرقهم. انت كده بوظت السكريبت. طيب ما احبش اهزر مع جمهور الهزار التقيل ده يا سلومه بقى، ده هزار تقيل مع الجمهور. يا عليك ده انا بهزر. الخبراء حسوا ان لوك بيت اهدافها سياسيه الى حد ما، لان 50% من هجماتهم بتحصل على كل الدول اللي هي من اعضاء حلف الناتو، اما النص الثاني من هجماتها بتكون على الدول اللي هي حليفه امريكا. طب ليه يا جماعه بقى تعملوا كده؟ لو كلام بقى خبراء دول صحيح، ليه بقى يا جماعه تعملوا كده اللي هكرتوا فوري ده؟ احنا حتى اغلب السياح اللي عندنا في شرم والغردقه كلهم روس ومتجوزين مننا مناسبينهم. مش الشباب المصري هناك بيتجوز روس واوكران؟ طب ما انا سايب وبنتصور كمان من عندكم قمح روسي، ده احنا كمان لسه داخلين البايركس يعني من كام شهر. يعني دي الطريقه اللي بيقولوا لي بيها شكرا. هو الروس بقى اللي في الغربه اللي بياكلوا في بعضهم بقى ما بيقدروش. وانتوا طبعا عارفين يا جماعه ان انا كزوزه يعني دايما كده بحب ان انا ايه ادي حلول بقى. طبعا يا جماعه لما تشوف انت المشكله من بره والموضوع من بره بيبقى ليك رؤيه ووجهه نظر تانية خاصه غير بقى اللي في قلب الموضوع. يعني اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. اللي ايده في النار ما بيعرفش يفكر كويس، على عكس اللي ايده في الميه، ولا بالعكس بقى. المفروض ان هو اللي ايده في النار عارف اكتر المشكله. يا ريت يا جماعه في الكومنتات تقولوا هل اللي بالايده في الميه هو اللي بيعرف يدي حلول احسن، ولا اللي ايده في النار عشان اللي هو بيبقى شايف المشكله؟ هنرجع للسكريبت. يا جماعه يعني انا بقترح على شركه فوري ان هي ما تدفعش حاجه، لان احنا كده كمصريين ما حدش بيلوي دراعنا، ومفيش اي حد في العالم ده كله يقدر يعمل معانا حاجه ولا يقول لنا تلت التلاته كام. وبعدين يعني احنا بياناتنا اصلا فيها، يعني انت مثلا سلومه بيستك دي فيها كام جنيه يعني عشان تبقى قلقان عليها؟ يعني 200 جنيه. طيب ماشي، هضربهم بقى بفرق العمله، حتى مش هيجيب لك $2. هيعمل بيهم ايه؟ ده احنا كده هنفقرهم. يعني هم لو شافوا بطايقنا هنصعب عليهم. خدي دول.
الحقيقه يا جماعه يعني كثره الاقاويل في المنطقه دهيا. كلام بيقول دلوقتي ان لوكبيت شافوا بقى يعني بعد البيانات كده احنا صعبنا عليهم وقرروا ان هم في الاخر اتمنى يكون الكلام ده حقيقي، دي مجرد اشاعه لحد دلوقتي اقاويل، هم بعد ما شافوا البيانات بتاعتنا والفلوس اللي عند المصريين قرروا ان هم خلاص مش هياخدوا اي حاجه من شركه فوري، وهيحاولوا كمان ان هم يكفروا عن سيئاتهم قبل كده ويتبرعوا بجزء من الفلوس للمستخدمين. يعني من الفلوس اللي سرقوها هيتبرعوا بيها بقى بجزء منها، مش كلها طبعا. طبعا هم خرقوا خصوصيتنا ودخلوا بقى ايه على البيانات. وفيها طب ما احنا كمصريين برضو بنقف ورا بعض برضو في المكن واحنا بنسحب من الاي تي ام، بنقف واقفين ورا بعض وبنشوف كل حاجه. يعني هم احنا بس عدو والتانيين لا، ولا عشان مصريين ما نحبش حد غيرنا يشوف البيانات؟ طبعا يا جماعه الناس اللي بتتعامل مع فوري عايزه تطمن ان هي فلوسها وبياناتها مش هتتسرق، فالحل دلوقتي عشان تامن نفسك ان انت تتصل بالبنك وتقول لهم ان انت عايزهم يلغوا البطاقه وتستلم بطاقه جديده بقى بعد اسبوع او بعد اسبوعين حسب شركه الشحن. عشان انا عندي معاناه بصراحه مع شركه الشحن اللي بتجيب لي حاجات من بنك مصر مطلعين عيني. يعني رحت قبل كده ان انا ما تهدي ياما. خلاص انا اسفه مش هتكلم عن مشاكل الشغل. فالبطاقه بقى الجديده اللي انت تستلمها دي ما تعملش بقى بيها على اي ابلكيشن تاني بدون ذكر اسماء، مش هنقول اسماء عشان واضح ان الهاكينج شغال، وهيتخصم من رصيدك يعني 50 جنيه بس. ايه يعني 50 جنيه وصل انت تحمي اسمك وسمعتك وبيانات؟ شوفوا بقى يا جماعه في كام واحد هيعمل الموضوع ده ويدفع في خمسينات الاسبوع ده. شركات الشحن هتشتغل ايه؟ العملاء حسد او بحسد يعني.